السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. فيديو جديد من قناة ملك البيتي. ما تنسيش بقى لو انت اول مرة تشوف القناة يسعدني طبعا ويشرفني ان انت تشترك عندي في القناة، ولو انت مشتركة ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي لي كومنت عشان خاطر اللايكات هي اللي بترفع الفيديو. لو كده بينا نبدأ ونشوف احنا هنعمل ايه. تمام. الفيديو بقى اللي معايا كده بدأته من قبل العصر. تمام. قلت بقى هنضف كده التنظيف اللي هو التنظيف بقى اليومي كده زي ما احنا ما عارفين. مسكت الركنة كده نفضتها، وبعد كده بقى قلت ارص المخدات بقى كده على نظافة ويكون كل حاجة كده بقى نظيفة، عشان خاطر بقى من مكان بقى السحور والفطار لو في مثلا حاجة وقعت على الركنة وممكن التنططة بتاع عدي والشقاوة والكلام ده، فرحت ماسكاها بقى كده منفضاها. وكمان المخدات ما كانتش متظبطة، رحت مظبطاها كده ورصاها. تمام. تمام كده زي ما انتم ما شايفين. فطبعا بقى روتين بقى كده يوم اللي هو بيبدأ معايا كده من قبل العصر. قلت يلا بقى انجز كده اشوف الريسبشن فيه ايه عايز يتعمل كده وابدأ ان انا اعمله. تمام. بعد ما صليت بقى الظهر وصليت كمان وقرأت كمان الورد بتاعي من القرآن، وقمت بقى قلت قبل ما اجهز كده الفطار وادخل على المطبخ اشوف كده الايه الريسبشن عشان خاطر ادخل كده المطبخ وانا نفسيتي مرتاحة. تمام. تمام. هنا كده المفرش برضو كده رحت ماسكاه مسحاه بالفوطة، وهمسكه بقى كده اطبقه وهلمع الترابيزه وهرفع الترابيزه خالص فوق الركنه. كان في بقى كوبايات شاي وكان في بقى الصينيه وكان في حاجات كده من مكان ما احنا ما كنا قاعدين، دخلتها على طول على المطبخ. طبعا انا ما عنديش مواعين، انا بغسل المواعين على طول. بعد صلاه التراويح، بعد ما بخلص صلاه التراويح كده بروح غسله المواعين، فاللي هو ما كانش عندي يعني مواعين وكده. فرحت بقى كده لما الدواسة معايا نفضتها، قلت بقى اكنس كده زي ما انتم ايه شايفين كده بقى معايا، مش محتاجة ان انا اجيب بقى المكنسة واشفط والكلام ده. قلت لا انا هكنس كده عشان اجيب معايا بقى البلكونة والأوضة بتاع عدي بالمرة، عشان طبعا زي ما انتم عارفين ان الأوضة والبلكونة لميت منهم السجاد، فاللي هما بقى بيبقى التراب فيهم ايه، بيبقى فيهم تراب ناعم كده والواحد بقى بيبقى ماشي على الأرض وكده. فقلت لا انا اكنسهم بقى كده برضو، اللي هو بكنسهم معايا كده يوميا مع الريسبشن كده كده، انا مفيش بقى سجاد ومفيش بقى شايل ولا حاطه، فاللي هو بكنسهم كده معايا على طول من غير تعب يعني ولا مجهود. تمام. تمام. طبعا بقى يا بنات انا بشكركم جدا على دعمكم ليا، وبشكركم جدا على ثقتكم وعلى التعليقات اللي انتوا بتكتبها لي. ربنا يديكم الصحة يا رب. مش قادرة اقول لكم انتوا بتسعدوا قلبي قد ايه لما بقعد كده وبقرأ التعليقات، انا ببقى مبسوطة جدا بالتعليقات بتاعتكم. ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني كده بالتعليقات اللي انتوا بتكتبوها. تمام. هنا بقى كده دخلت على البلكونة بعد ما خلصت بقى الريسبشن، ورحت ماسكه بقى البلكونه كنساها والارض كده. طبعا هي الاوضه نظيفه ما فيهاش اي حاجه، حتى لو انتم ملاحظين مفيش تراب ولا في اي حاجه ايه خارجه من الارض. تمام. وكمان السرير نظيف، مفيش اصلا حد بينام هنا ومفيش اي حاجه. تمام. بس انا حبيت عشان خاطر ما يبقاش فيه تراب ناعم وعدي بقى بيبقى ماشي على الارض من غير شبشب وكده، فحبيت بقى ان انا ايه اكنسها كده على طول يوميا. وكمان بقى اللي هو الواحد بيحافظ على النظافه عشان خاطر يعني تنظيفات العيد بقى. كل سنة وانتم طيبين، خلاص بقت على الأبواب اهي. تمام. فاللي هو الواحد بقى بيحافظ على قد ما يقدر عشان بس ما يعملش مجهود وكده، عشان انتوا عارفين طبعا ان الواحد داخل على ولادة ربنا يستر. فالواحد بس مش عايز يعمل مجهود وكده، عايز كل حاجة تبقى نظيفة وكل حاجة مترتبة. أنا حاليا لميت المشايات من الأوضة بتاعتي ومن الأوضة بتاع عدي ومن الطرقة. تمام. ما سبتش بس غير السجادة. طبعا السجادة عشان أحافظ عليها تبقى نظيفة فرحت فرش عليها الكسوة دي، فعشان بقى احافظ على السجادة دي تبقى نظيفة كده معايا، عشان خاطر طبعا انا غسلها قبل رمضان بيومين. فرحت فرش عليها كسوة، عديت كده 10 ايام من رمضان ورحت فرش عليها الكسوة دي. قلت بقى الكسوة دي تاخد الهلك بتاعنا بقى وتاخد الهارية بتاعتنا اليومين دولت، واجي قبل العيد كده ان شاء الله اعمل تنظيفة للشقة كلها واروح بقى ايه فرش الحاجة على النظافة. حتى لو مش هفرش السجادة يعني، حتى لو شلتها وهفرش حاجة تانية بديل يعني ليها وكده، اللي هي تبقى السجادة معايا تبقى نظيفة وكده. تمام. تمام. اكيد طبعا انتوا فاهمين انا قصدي ايه وكده. هما حبة التراب، بس المشكلة عندي في التراب طبعا. مكان الباب ده بيدخل لي برضو تراب باب الشقة. الدواسة بقى لو حد خارج لو حد طالع وكده فهو بيدخل لي بس تراب. لكن في الشقة كلها زي ما انتم شايفين كده نظيفة مفيهاش اي حاجة، والواحد ايه ايده فيها على طول، فليه بتفضل معايا نظيفة يعني فترة ايه طويلة يعني وكده.
تمام. هنا كده بعد ما نفضت الدواسة جبتها برضو كده فرشتها، وادي هنا كده الترابيزة نزلتها من على الركنة، ورحت فرش عليها بقى المفرش ده كده بتاع رمضان. تمام. تمام. هجيب بقى الصينية كده احطها على الترابيزة واحط عليها الزهرية دي بس كده. هنا كده الريسبشن كان خلاص، كان تمام بقى زي الفل، وبقى كل حاجة متلمعة، مش همسح ولا هعمل اي حاجة. تمام. انا كنت مسحه قبلها يعني بيوم، كنت مسحه المطبخ والريسبشن، فاللي هو مش محتاجه ان هي تتمسح ولا حاجه. زي ما انتم ما شايفين كده الدنيا بقت تمام بقى، وفي هدوء بقى كده وفي نظافه، والواحد بقى كده بيبقى مرتاح كده. الواحد هيدخل بقى المطبخ وهو تمام. طبعا المطبخ عندي البوتاجاز نظيف والحوض كمان نظيف، ما فيهوش اي مواعين، ما فيهوش اي حاجه. وكمان بالمناسبه حبيت بقى ان انا ادخل كده المطبخ واعمل معاكم فطار، عشان هعمل بقى اكله شعبيه وكده. تمام. طبعا زي ما انتم عارفين مش كل يوم فراخ ولحمة والحاجات بقى اللي احنا عارفينها دي، اكيد اللي هو بيجي علينا يوم كده اللي هو يوم شعبي بقى كده، والاكل الشعبي ده بيوكل عن اي اكل تاني. تمام. تمام. هنا كده اول حاجة، اول ما بدأت بقى كده دخلت المطبخ. بس انا هنا بقى كده كنت قعدت شوية بقى، كنت صليت العصر وكنت قعدت كمان شوية، ودخلت بقى كده كانت على الساعة 5. تمام. تمام. هنا كده كان معايا بقى كنافة، قلت هعمل الاول كده، هبدأ الاول بصينية كنافة. تمام. عشان خاطر ان انا هعمل اكل شعبي وكده، فاللي هو ان انا عايزه الاكل يبقى سخن وكده. تمام. تمام. طبعا اكيد لازم يجي علينا وقت ان احنا خلاص زهقنا بقى. احنا بجد انا زهقت من اللي هو الاكلات بقى، من اللحمه، المحاشي، الفراخ. وعملت كمان كفته برز، يعني ما خليتش حاجه ما عملتهاش في رمضان. فاللي هو بقى الواحد زهق بصراحه. اللي لسه ما عملتوش السمك لسه ما عملتش السمك، بس ان شاء الله هنعمله. تمام. فالواحد بقى زهق، فحب بقى ان هو اليوم ده كده ايه، يعمل اكله كده شعبي. تمام. قلت بقى اعملها معاكم كده ونشارك كده مع بعض. تمام. هنا كده الكنافه مسكتها قطعتها زي ما انتم ما شايفين، وكان عندي بقى سمنه كده بلدي، رحت ماسكاها مسيحاها، فكيتها بس كده شويه عشان خاطر كانت في التلاجة وكده. خليتها ساحت على النار ورحت نازله بيها. تمام. وهنزل بها على الكنافه كمان بكوبايه سكر ناعمه، اللي هو السكر البودره. تمام. تمام. وهبدأ بقى كده ان انا اقلب الكنافة مع السمنة مع السكر. طبعا زي ما انتم عارفين يا بنات ان الكنافة بتحتاج سمنة كتير. هي الكنافة عشان خاطر تبقى ناجحة معاكي بتاخد سمنة كتير، بتبقى حبيبتها السمنة، بتاخد كمية سمنة رهيبة. تمام. تمام. وهنا كده بقى جبت الصينية بتاعتي. انا بصراحة انا مبحبش الحشوات، ولا بحب بقى الزبيب وجوز الهند والفول والحاجات دي في قلب الحلويات خالص. انا عندي اكل الحاجات دي كده، بس ما احطهاش في قلب حشوة. تمام. طبعا لو انتوا بقى بتحبوا ان انتوا تحشوها وكده، ممكن تعملوا طبقتين، طبقة كده في النص، وتروحوا حاطين الحشو بتاعكم، بعد كده بتحطوا الطبقة التانية فوقيها. لكن انا ما بحبش خالص اي حشوات، فانا حطيتها كده، واهم حاجة ضغطت عليها جامد عشان خاطر تتضغط كلها في قلب بعضيها. تمام. ورحت مدخلها على الفرن على درجة حرارة 160. وقلت بقى اجهز الشربات او السيرم، طبعا على حسب ما انتوا ما بتسموه. حطيت كوبايتين ميه عليهم كوبايتين سكر. تمام. وقلبتهم كويس جدا من قبل ما ارفعهم على النار، وبعد كده رفعتهم على النار غلوتين 3 كده. وبعد كده بروح نازله بعصرة الليمون وكيس فانيليا. تمام. وكده خلاص وخلص معايا. تمام. بقلبهم بس كده الاول، بدوب السكر. تمام. لازم أن السكر يدوب كويس عشان خاطر ما يتحرقش منك على البوتاجاز. تمام. هنا كده تقريبا انا كنت برفعه على النار، وكنت بجهز بقى الحاجة اللي انا هعمل، اجهز الفطار يعني وكده. كنت بخرج الحاجة من التلاجة، خرجت كده البتنجان، عندي البتنجان اللي هو العروس ده. وكمان حطيت بتنجانة كده رومي على البوتاجاز تشوي، عشان هعملها بابا غنوج. تمام. وهخرج بقى بطاطس كده من التلاجة زي ما انتم ما شايفين كده. بجهز بقى الحاجة بتاعتي عشان خاطر ما اقعدش كل شوية افتح واقفل في التلاجة. تمام. البتنجانة كده انا رحت احطها على النار. ماشي. وهنا بقى كده هجيب بولة او طبق بلاستيك، وهقشر بقى كده البطاطس. بس بقى عشان خاطر ما اضيعش وقت وكده، هروح ماسكه البتنجان ده كده، مقطع العود بتاعه ده، ولا مش عارفه العنش اللي هو الاخضر ده، واروح محمراه الاول في الزيت عقبال ما يتحمر معايا، اكون انا ايه قشرت البطاطس وخرطتها. تمام. البطاطس دي يا بنات اللي هي البطاطس اللي هي بتاعت الشيبسي، اللي هي بتتعمل شيبسي،
بطاطس مع بطاطس حمرا كده، لو بتسمعوا عنها في السوق بتبقى جميلة جدا وبتبقى مقرمشة كده، وما بتبقاش قلقانة بقى ولا اللي هي بتطلع تحمر ولا بتشرب زيت ولا الكلام ده. تمام. فبصراحة انا دي بجيبها على طول للتحمير. هي بصراحة بتبقى موجودة في اوقات واوقات لا. تمام. فاول ما بشوفها على طول، حتى لو انا مش محتاجة بطاطس بجيبها، عشان احنا بنحبها اوي في التحمير وكده. ممكن بقى تعمليها جنب بانيه، جنب ستريبس، جنب مثلا آه، بصي الحاجات بقى اللي هي المجمدات وكده، بتبقى جميلة اوي. تمام. تمام. فانا كده بقى لقيت الوقت خلاص اللي هو بيروح مني، فرحت سايبه البطاطس ورحت ماسكه البتنجان كده بشيل العود بتاعه اللي هو الاخضر ده. بصراحه يا بنات البتنجان ده انا جايباه معايا من اول رمضان، على اساس ان انا هعمله البتنجان اللي هو المخلل وكده. تمام. بس انا بصراحه ما عملتش. تمام. نفسي منزله خالص من المخللات، مش عايزه اعمل اي مخللات ولا اي حوادق ولا الحاجات ده. فبصراحه ما عملتش، فقلت خلاص بقى اللي هو بيبقى حلو قوي لما مثلا تبقى تحمريه كده وتحطي في قلبيه دقة حمرا وتوم ومش عارفة ينفع جنب أي أكل. تمام. حتى لو انت عاملة محاشي، لو عاملة مثلا رقاق باللحمة المفرومة، أي حاجة بينفع جنبيها، ان حاجة بتبقى يعني من الحاجات اللي هي اللي تحدقي بيها وكده. تمام. انا كده هنا كان خلاص كان الزيت سخن فنزلت بيهم، وهنا بقى كده فصلت الكاميرا ورحت مقشرة البطاطس اللي معايا كلها، وهبدأ بقى كده أخرط في البطاطس لحد ما البتنجان معايا يتحمر. طبعا انا مركزه معاه، اول ما بيتحمر بروح مقلباه على الجنب التاني، وبرده ايه ومركزه برضو مع البطاطس وانا بقى بخرط البطاطس، مركزه يعني مع كذا حاجه، وفي نفس الوقت مركزه مع الصيره اللي على البوتاجاز والبتنجانه اللي انا بشويها. تمام. اللي هو اصلا الوقت جري خالص والوقت عدى. انا دخلت المطبخ كانت الساعه كانت 5. فاللي هو عقبال ما عملت صينية الكنافة وحضرت بقى الحاجات اللي هي بتاعة الفطار. وأصلا التصوير بياخد وقت جدا، أنا قلت مثلا ده أكلة شعبية اللي هي مش هتطول، أنا بدخل المطبخ مثلا لو هطبخ أو مثلا هعمل حاجات يعني وأكلات كذا حاجة، رز مثلا وملوخية وبطاطس، كفتة، مش عارفة ايه، فما باخدش ساعة. فازاي ان انا عديت الساعة في الأكلة دي مش عارفة، وانا ما عدتش ساعة. التصوير بقعد بقى اظبط الكاميرا، لا الكاميرا الجنب ده، لا انا هنا ظهرت، لا انا عايزه ابين المكان ده، لا مش عارفه الحاجه دي ما اتعملتش. التصوير بياخد وقت، وفي نفس الوقت عدي جنبيه خوتني مش مركزه. فمعلش يا بنات اعذروني، والله العظيم كان نفسي اعمل معاكم كل حاجه بالتفاصيل، بس معلش تعود ان شاء الله. هنا كده كانت خلاص كان السيرم غلى غلوتين تلاتة كده، ورحت عصر الليمون، هاسيبه يغلي كمان غلوتين واروح حاطه عليه كيس الفانيليا واروح طافيه عليه. تمام. هنا كده كان خلاص كانت البتنجان انا قلبته معاكم، لما احمر على الجنب اللي تحت رحت قلبها على الجنب التاني كده، خلاص احمر وهروح مطلعه. تمام. هسيبه بقى كده يبرد خالص قبل ما احمر البطاطس واجهز له الدقه بتاعته. تمام. الدقه بقى انا عندي فلفل اللي هو الاحمر ده بجيبه وبروح ماسكه فرمه في الكبه، وبقى ضايفه عليه بقى توم مفروم، وضايفه عليه خل وكمون وكزبره، بس اكتر من كده بحطش حاجة تاني. هنا كده كيسين فانيليا زي ما انتم ما شايفين، وهطفي بقى عليه على السيرة. تمام. تمام. هنا كده بقى كانت خلاص كانت البطاطس بتبدأ ان هي تحمر، هقلبها بس كده، بس انا هسيبها. انتوا شايفين ان هي لسه ما احمرتش، بس هي لا هي ما بتحمرش اللي هي مثلا بتاخد لون، لا هي بتبقى اللون بتاعها ذهبي كده ومقرمشة. تمام. تمام. هنا كده بقى قلبتها، واروح جايبه بقى المصفى بتاعتي اللي انا بخرج بيها البطاطس، واروح بقى مخرجاها وهنزل بقى بالدفعه التانية. تمام. تمام. هنا انا نقلت السيره مع العين ده عشان خاطر انا حطيت البتنجانه تشوي على العين التانية. تمام. عشان انا كنت مدخله البتنجانه الفرن مع الصينيه بتاعت البطاطس، ولما مع الصينيه بتاعت الكنافه، معلش يا بنات متلخبطه بس شويه، مع الصينيه اللي هي بتاعت الكنافه. وبعد كده لما
الكنافة استوت، فأنا طفيت بقى خلاص الفرن، وهي البتنجانة ما كانتش لسه كمّلت سواها، فقُلت أخلّيها بقى تكمّل سواها كده على إيه، على البوتاجاز. وادي صينية الكنافة بعد ما خرجت زي ما أنتم ما شايفين كده بقت جميلة ولونها واخدة لون، بقت جميلة وتحفة جدًا. تمام، نزلت عليها كده بالسيرم، وادي البتنجان بقى بعد ما حيقته والبطاطس والبابا غنوج بامسكه كده اقشره واروح هرساه كويس، واروح حاطه عليه حبه طحينه وفص ثوم مهروس وملح وفلفل اسود وحبه كمون وكزبره، هنا بطاطس شيبسي، والحمد لله كده.